هي روح الإمارات للشعب السوري. تخيل تبقى 9 شهور وسط الدمار بين البيوت المهدمة والأشخاص اللي فقدوا كل شيء، وهمك الوحيد إنه تساعدهم. وقع الاختيار علي وكنت لازم أروح سوريا. محمد الكعبي رجل إماراتي كان متواجد بسوريا بوقت الزلزال المدمر، بس أبداً ما كان شخص متفرج، كان شخص عم يساعد ضمن عمليات الفارس الشهم. محمد خميس الكعبي رئيس قسم الاستجابة للكوارث في الهلال الأحمر الإماراتي. كان يشوف الألم بعينه، بس بنفس الوقت يشوف الأمل والصبر والقوة عند كل الناس. عشت تفاصيل 9 شهور وياهم، وأول ما بديت بغادر لمهمة ثانية بفارس شهم ثاني جديد، بأمانة كأني مفارق نصفي الثمن. كل بيت رجع تعمر كان بالنسبة له انتصار، وكل ابتسامة طفل محت كل المعاناة. الحمد لله أني رحت سوريا وتواجدت، وأول مرة أعيش الزلزال. نعم يعني الزلزال ثاني يوم وأنا متواجد في سوريا. عشت الحدث والحمد لله قدرت أوصل لقلوب السوريين. سوريا جميلة ولي تفاصيل كبيرة فيها. أطلقنا مبادرات، هي روح الإمارات للشعب السوري.